هل كلنا تايهين ولا انتي او انت الوحيد اللي تايه؟ انا هنا بنشئ محتوى على اليوتيوب بقالي فترة وطالبة جامعية وعندي 20 سنة. فالنهاردة هنتكلم عن التوهان اللي انا بحس بيه حرفيا. انا مش زي القنوات التانية هم حلوا المشكلة، انا لا، لسه في المشكلة اوريدي يعني. وهل انت بس او انتي بس اللي حاسة بالتوهان وكده، ولا كلنا؟ انا بحس اللي هو كلنا حاسين بالتوهان، حرفيا كلنا. اتكلم عن نفسي، انا تايهه مش عارفه اتعلم مهاره ايه. يعني كل شويه ابدا في حاجه اسبوع واقوم سايباها. اللغه كل شويه اتعلم انجليزي، لا الماني، لا ايطالي، لا مش عارفه ايه، وهكذا. انزل اشتغل، يعني حرفيا الشغل ده حاجه عندي معضله. انا بدور على الشغل لحد ما احاول بقى كده، قربت الاقيه اقوم راح ارجع بقى في تاني. فمش عارفه ده توهان ولا كسل ولا ده إيه، مش فاهمه. وطبعا احنا قلنا الكسل هو مش شعور، هو خوف من حاجة. ده الفيديو اللي فات يعني. فمش عارفة الصراحة التوهان ده سببه ايه. ممكن تكون سببه اللي هو مفيش عزيمة، او ان انا خايفة ابدأ خطوة فاحس بالتعب مثلا. الله اعلم. في اكيد اسباب كتير للتوهان. مثلا انا اتعلمت جرافيك شوية وبعدين حسيت اللي هو لا، مش ده انا، يعني حرفيا مش ده انا خالص. كنت اتعلمت الاول خالص مونتاج وبعدين قلت ادخل فيه شوية، فلا برضه مش انا. بس لو كنت اتعلمت الحاجات دي بتهيألي ما كنتش عارفه افتح القناه، ما كنتش عارفه عملت الفيديو اللي بتاع التليفون دلوقتي. ما كنتش عارفه اصمم الصوره الصغيره بتاعه اليوتيوب اللي بتصمم دي. فده كلها يعني اسباب لفتح القناه. بس ما هماش انا، يعني الواحد مش عارفه ازاي نحدد ده شغفنا. او بحس برضه الشغف ده حاجه مش اللي هو الاساسيه اللي تخلينا نعمل الحاجه. يعني هو طبعا انا انسان شغوفه جدا. يعني ايه اللي عندي شغف دلوقتي؟ اعمل فيديو، هو اعمل الفيديو. ما عنديش مش هعمل. يعني بحس اللي هو عايزه العب على موضوع الالتزام، اخلي ده التزام من اليوتيوب ليا. يعني لازم اعمل فيديو، هحاول اعمل كده. بس انا برضو ما بحبش اجي اعمل فيديو اي كلام، او اعمل فيديو وخلاص. يعني الهدف ان انا اعمل فيديو، انا عايزه اعمل فيديو، انا عايزه اعمله. يعني فيديو يكون انا حاسه الفكره دي بتتكلم عني او انا بعيشها عموما. يعني مش فيديو لمجرد ان هو يكون فيديو على اليوتيوب وخلاص. انا مش عارفه بجد ايه حل التوهان ده، بس بتهيألي ان احنا جوعنا. لازم نصمم على الحاجه اللي عايزين نتعلمها، او نصمم على الشغلانه اللي عايزين، يعني نحط نفسنا زي ما احنا لو بنقول ارمي نفسك. فانا حاسه حرفيا بحس ان انا لازم نرمي نفسنا. بحس القناه بتاعتي مش اللي هي النوع اللي هو التحفه يعني، بس بحسها ليا النفسي اللي هي ايه. انا بتكلم مع ناس هم نفس التوهان، نفس السن، نفس كل حاجه. إيه اللي احنا او ماي جاد احنا عندنا 20 سنه ومحققين اللي متحققش. لا، احنا حرفيا عندنا 20 سنه وقاعدين في البلاطه يعني. وده حاجه وحشه برضه اننا قاعدين في البلاطه يعني. ولا هو الواو جوعنا. قوي ده برضه حاجه عاديه. هو ما شاء الله على اللي بيعمله، بس مش حاجه عاديه. واللي هو القعدة في البرد برضه مش حاجة حلوة. يعني الوسط حلو. احنا عندنا 20 سنة، يعني مثلا لما نكون 25 سنة يا رب نكون حققنا حاجة يعني. فبحس كده اللي هو التوهان ده لا، مش أحسن حاجة. وانا انسان اكتر انسانه تايهه في الدنيا، بس هو برضه بجد مش احسن حاجه. فيا رب بقى نحوش التوهان ده من علينا ونبدا ناخد خطوه، حرفيا ناخد خطوه. يعني انا عايزه اجي كمان مثلا كام سنه اعمل فيديو ازاي تخلصت عن التوهان. مش التوهان لا، انا عايزه اعمل فيديو ازاي تخلصت من التوهان، وازاي حققت كذا وكذا وكذا. وبدات اتعلم مهاره وانا حاسه ان هي انا. يعني مثلا اتعلمت الجرافيك عشان الكل بيقول اتعلمها بسرعه وبتشتغلي ومش عارفه ايه. فانا حاسه ان لو حشت موضوع الربحيه، او ان انا عايزه اتعلم مهاره عشان اشتغل او اكسب فلوس بعد يومين، ممكن بعدها اعرف احقق حاجه. يعني لو عايزه اتعلم مهاره عشان انا عايزه اتعلمها وعندي الصبر ان أنا اقعد سنه و6 شهور وسنتين اتعلم في المهاره وبعدين اشتغل، حاسه ان انا لو انا بقيت الانسانه دي بجد يبقى حاجه جميله جدا يعني. اللي هو مش الهدف ان انا اتعلم حاجه بسرعه واجري الحق ايه بقى اشتغلي وجيبي فلوس. حاسه لا، لو انا بجد بقيت الانسانه اللي عندها عقليه اللي هو اتعلمي براحتك، اغلطي وتعلمي وبعدين الفلوس ده تيجي بعدين. مش الفلوس، مش وجهة النظر الفلوس، وجهة انك تكوني بتشتغلي عموما. حاسه ان الشغل ده حاجه كبيره جدا نفسي اعملها. يا رب انا اشتغل، فيا رب اكون يعني كمان كام سنه اجي اعمل فيديو ازاي اتخلصت من التوهان، وازاي بدات اتعلمت المهاره دي في كام سنه او في كام شهر. يعني انا بقعد في المهاره اللي عايزه اتعلمها اسبوع، ولو ما اتعلمتهاش حرفيا بسيبها واقعد جنبها. فيا رب بقى، يا رب كمان انتوا كمان لو انتوا متخلصين من التوهان وعارفين انتوا تحددوا ايه، قولوا لي في الكومنتات ازاي اتخلص منه. لو عارفين فيديوهات برضه رشحوها لي. ويا رب كلنا بعد كام سنه نكون تخلصنا من التوهان ده لو حد زيي يعني، ونكون حققنا حاجه احنا نفسنا فيها. ويا رب بقى، يا رب. واشتركوا في القناه واعملوا لايك ودعموني واستنوا الرحله. ويا رب بعد 5 سنين اكون بعمل فيديو وانا محققه كل حاجه، حرفيا كل حاجه.